أنا كنت دايمًا أصحى من النوم دماغي مصدّعة، لأ وإيه ومعدتي وجعاني. الغريب بقى إن أنا كنت كل أمّا أروح أكشف الدكتور يقول لي: "حبيبتي روّحي ما عندكيش حاجة." لحد ما سمعت عن النظرية اللي بيسميها العلماء العقل الحساس. عارف يعني إيه العقل الحساس؟ أنا بقى ما كنتش أعرف، لحد ما سمعت عن النظرية العلمية اللي اتقالت في 2022. قالوا إنه 40% من الناس اللي بتزور العيادات عشان أعراض جسدية هم أصلاً دماغهم اللي تعباهم. هم مفيش أي حاجة جسدية تتعبهم خالص غير دماغهم، وبالذات الناس اللي بتعاني من المعدة والقولون والصداع. دول أكتر ناس ممكن تكون أعراضهم مش جسدية، أعراضهم نفسية من دماغك مش من بطنك. التفكير الزايد بقى بيخليك عندك أعراض جسدية زي إن قلبك بينبض قوي أو إنك عندك صداع أو إنك عندك أرق مش عارف تنام. بس يعني ممكن حاجة من الحاجات اللي تريحك شوية، ما وعدكش قوي، الكتابة قبل النوم. لأن أنت لو كتبت قبل ما تنام كل الحاجات اللي أنت بتفكر فيها فبتعمل زي ما تكون بتفضي دماغك كده. يعني بتقول لدماغك طب أنا هشيلك شوية مساحة عشان نعرف نصحى الصبح وإحنا رايقين، وده بيخليك أهدى شوية وتعرف تنام. لأن أنت بتفضي فعلا مساحة من دماغك، وكمان بتعمل مجهود وأنت بتكتب فدماغك تحس إنه خلاص بقى أنا فصلت أنا عايزة أنام. في حاجة كمان اسمها الإدراك الداخلي، يعني أوقات كده أنت بتبقى مدرك داخلياً لكل حاجة بتدور حواليك. يعني معدتي وجعاني شوية فيبدأ قلبك ينبض قوي فتحس إن أنت عندك أعراض جسدية خطيرة برغم إن الموضوع صغير قوي. وهنا العلماء قالوا لك إنه من الحاجات اللي ممكن تساعدك هي تمارين التنفس، فإنك تاخد نفس في 4 ثواني وتحاول تخرجه على 6 ثواني، وده بيعمل ريستارت لجهازك العصبي يخليك أهدى شوية. يعني يقول لدماغك استني مفيش حاجة إحنا كويسين على فكرة. أنت محتاج تطبطب على نفسك بنفس الطريقة دي. من الحاجات كمان اللي أنت محتاج تدركها عن نفسك إنك ممكن حد يقرصك قرصة بسيطة قوي فتصوت، وده بيكون من كتر ما أنت ما بتركزش في صوتك الداخلي. يعني جسمك ما بيفسرش الإشارات قوي فيخلي الألم الصغير يبقى ألم كبير جواك. فعشان تعمل كده أنت لازم تتأمل نفسك طول الوقت. يعني في وقت كده في اليوم إن شاء الله 10 دقايق تقعد تتأمل الحاجات حواليك وتتأمل نفسك وتفهم انت جسمك حاسس بإيه. صداع، عايزة ارتاح، جسمي مرهق، موجوع، آه، كده. عشان تبدأ جسمك لما يبقى في حاجة وجعاك جسدية أو نفسية تبدأ تفسر الإشارات، يعني تبدأ تفهم الفرق بين الأعراض الجسدية والأعراض النفسية. فاهم قصدي؟ طبعا في حاجات انت محتاج تعملها مع نفسك، يعني انك تسمع نفسك، تكون رحيم على نفسك، تشتغل على نفسك كل يوم 10 دقايق. عايزة منك 10 دقايق اعمل فيهم حاجة مفيدة، اقرأ حاجة مفيدة، انزل اتمشى في الشارع، اكتب الحاجات اللي بتضايقك، اخرج خروجات حلوة. في حاجة كمان هقولها لك واعتبرها سر بينا، لأن لو حد خدها منك هيبقى أنجح بكتير، وأنا عايزاك أنجح واحد في الدنيا. التعرف على ناس جديدة، يعني تعرف على ناس جديدة، روح أماكن جديدة، كل أكلات حلوة وجديدة، وحاول إنك طول الوقت التجارب الجديدة دي تتكلم فيها مع نفسك. أنا كنت في وسط شلة النهاردة كول برضو بس اتعلمت منهم كذا. فحاول إنك تطلع من كل مكان روحته بحاجة حلوة. أنا أكلت أكلة حلوة والله النهاردة انبسطت قوي، ده أنا خارج مودي حلو جدا، خارج مبسوط، خارج فرحان. إنك تشارك الناس الحاجات البسيطة اللي تخصك، يعني زي ما أنت بتنزل ستوري طبعاً، بس تنزل مثلاً تحتفل، يلا يا جماعة تعالوا النهاردة نشرب كافي حلوة كده عشان أنا النهاردة مثلاً جبت درجة حلوة في كلاس معين أو في كورس معين أو في حاجة معينة. تعالوا يا جماعة أنا هعزمكم على حاجة لطيفة، طبعاً مش لازم تعزمهم على طول، ممكن ننزل شير ويز مي، ناكل حاجة حلوة سوا، أنا رحت مكان حلو تعالوا نزوروه سوا. المشاركات دي بتخليك عندك تواصل حلو مع الناس وتواصل حلو مع نفسك. انت طول الوقت حاسس ان انت كل المساحات اللي حواليك مليانة، زي ما بتقعد مع نفسك بتقعد مع الناس، وزي ما بتشارك نفسك بتشارك الناس. دايما عندك جديد ودايما في جديد تقدمه. أنا أتمنى إن إحنا دايماً نركز مع نفسنا، نحب نفسنا وشكلنا واختلافنا، نجيب حاجات صغيرة لنفسنا كده ونكافئ بيها نفسنا،
حاجات حلوة، نغير حاجات في شكلنا، حاجات في طبعنا، حاجات في دراستنا، حاجات في شغلنا. طول ما انت بتغير الحاجات اللي حواليك، طول ما انت أعراضك الجسدية بتقل، طول ما انت بتنجح أكتر، عندك وقت تشتغل على نفسك، جسمك وشكلك ولبسك وشغلك، وكل الحاجات دي هتدعمك في رحلة حياتك. وإنك تتابعني وتعمل للفيديوهات لايك وشير وكتير. وبس كده، باي باي.